السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة الكلام عن النفس هو كلام طويل ويحتاج إلى تفكر وروية، ولكن المتأمل في آيات القرآن الكريم يجد العجب. احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت ان احنا لازم كنا نتكلم شوية عن الروح ونعرف ايه هي الروح. في المرة اللي فاتت عرفنا بعض حاجات عن الروح من خلال التمعن في آيات القرآن الكريم، مع ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل الروح من أمر ربي، لكن ربنا قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالقليل من العلم ده اللي أنا قاعد أدور عليه عشان أوصل معاكم على حاجة في الروح، لكن قدرنا نتوصل لعدة حاجات. قدرنا نوصل ان الروح دي مخلوقة وانها ليست من ذات الله سبحانه وتعالى. الروح ليست من ذات الله ولكنها مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى، وجبنا على كده الأدلة والحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام ان بيبين ان الروح بتطلع من الإنسان وهو نايم وبعدين ترجع تاني لما يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي عافاني في بدني ورد إلي روحي وأذن لي بذكره. يعني الروح بتطلع وبتدخل وبتروح وبتيجي، إذن هي مخلوقة من المخلوقات وبتكون مع النفس ومع العقل ومع القرين ومع الجسد مع البنيان، بتكون حاجة اللي هي بيسموها الذات الإنسانية، اللي هو الشخص اللي بيبقى واقف وبيتحرك وبيتكلم وبيعمل الكلام ده. كمان قدرنا نعرف حاجة، ان الروح لا تموت بموت الإنسان، ما بتموتش بموت الإنسان. لو الإنسان مات الروح تفضل بقى تفضل باقية، لما ربنا قال في القرآن حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ردوا بإيه بقى؟ ردوا بالروح معاهم، خدوها ورجعوا بها ربنا سبحانه وتعالى، خدوا معاهم سر الحياة وخدوا معاهم النفس اللي هي طلعت أو أزهقت أو خرجت من الإنسان لما كان في حالة الموت. كمان عرفنا أن الروح مش هي سبب الحياة خالص، يعني الروح ليست هي سبب الحياة على الإطلاق، إنما سبب الحياة سر كبير ربنا سبحانه وتعالى أودعه في خلق الإنسان. النهاردة بقى هنعرف مع بعض شوية خصائص عن الروح. احنا ساعات الواحد ممكن يتوقع حاجة أو يشوف حاجة يتخيلها إن حصلت وتحصل بالنص بنفس تمامها. يعني ممكن يقول أنا متهيألي شفت المنظر ده قبل كده فين، أنا شفت الموقف ده قبل كده. ممكن إنسان يحس بحاجة بعيدة عنه بمشاوير بمسافات طويلة جدا، وهضرب لكم مثال زي ما القرآن جاب كثير من الأمثلة على هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام والسنة النبوية فيها كلام كتير هنعرف بعض منه. لكن لما يقول لك مثلا إن سيدنا يعقوب شم ريحة ابنه لما طلع من مصر وهو كان قاعد في فلسطين، مشوار جامد ومسافة كبيرة جدا، ولكن سيدنا يعقوب يقول لهم إني أشم رائحة ابني، أنا شامم ريحة ابني، إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. تقول عليا إن أنا مش فاهم ولا إن أنا بخرج